مرحبا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ رجعت لكم أنا حياة بوصفة صحية كيتونية جديدة. وصفة اليوم هي السنيكرز للكيتو دايت ولمرضى السكري. وصفة ولا ألذ من هيك وبطريقة ناجحة 100% بإذن رب العالمين. رح تجربوها ورح تدعولي. كتير 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 طيبة ورهيبة. خلينا نشوف مكونات هالوصفة اللي عن جد سهلة ولذيذة بنفس الوقت. بحتاج لكوب مقاس من طحين اللوز. طحين اللوز اللي استخدمته جبته من الليدل بألمانيا، وممكن تستخدموا طحين جوز الهند، ما في أي مشكلة. وراح بحتاج لنص كوب مقاس من زبدة الفول السوداني. زبدة الفول السوداني أنا جبتها من الدي ام. المفروض إنها تكون 100% فول سوداني، ما فيها أي إضافات، لا سكر لا زيوت ولا أي شي تاني. بحتاج لمعلقتين من الفول السوداني اللي ما فيه ملح. رح أفرمه على إيدي بشكل مجروش. طبعا هاي الحركة اختياري، أنا استخدمت هذا النوع من الرفة. وبحتاج لمعلقتين من سكر الأريثريتول. هذا النوع أنا جايبته من الدي ام وممكن تلاقوا منه بالروزمان. ورشة صغيرة من الملح، ملح الهيمالايا. هذا النوع جايبته من الريفة. وبحتاج 100 جرام من الشوكولاته السوداء ولكريمة سائلة. أول شغلة رح أعملها، رح بطحن سكر الأريثريتول معلقتين اللي حكيت لكم عنه. رح أطحنهم لناعمين جدا، يعني أنا بدي السكر يكون ناعم. رح أضيف كوب طحين اللوز والسكر الناعم وزبدة الفول السوداني. هلأ إذا كانت عندكم زبدة الفول السوداني كتير كتير جامدة، ممكن إنه تدفوها شوي بالميكروويف لحتى تصير سائلة عندكم بهذا الشكل. هلأ هاي الحركة اللي بعدها اختياري. هلأ هذا القوام اللي أنا بدي إياه، بس تضيفوا يعني بس بدكم تضيفوا عليها فول سوداني مجروش. بتحطوا الفول ورشة الملح، الفول السوداني المجروش ورشة الملح ومعلقة أو معلقتين من الكريمة السائلة لحتى ترجع تكمش المكونات مع بعضها. هلأ بشكل العجينة على شكل أصابع صغيرة أو مثل ما أنتوا بتحبوا. بعدين رح أحط هاي الأصابع بالفريزر لمدة نص ساعة، مو أكتر. بعدين بحط 100 جرام من الشوكولا مع كوب من الكريمة السائلة، كوب مقاس. بس دفيتهم بالميكروويف أو على الغاز بس إنه تتفاية لحتى تدوب الشوكولا. بدوبهم بخلطهم مع بعض. مجرد ما دابت بصير بغطس الأصابع يلي أنا طلعتها من الفريزر بالشوكولا. هاي الطريقة أحسن لحتى ما تكون العجينة طرية، هيك بتكون متماسكة وفورا بتكمش مع الشوكولا وما بتعذبكم، يعني حتى الشوكولا بتجمد أسرع بهاي الطريقة. مجرد ما حطيت بالقطعة بالشوكة برجع بطلعها بشوكة تانية وبحطها على ورقة زبدة. هلأ بخلص كل الكمية عندي. بعدين ورقة الزبدة بحطها على أي صينية وبحطها برجع بالفريزر لمدة نص ساعة بس لحتى تجمد الشوكولا. بعدين إذا بدكم تحفظوها بالبراد ما في أي مشكلة، بدكم تزينوها بفول سوداني، بدكم تتركوها مثل ما هي ما في مشكلة. بس الطعمة عن جد رهيبة، رح تعجبكم إن شاء الله وحتعيدوها كتير لأنها سهلة ولذيذة بنفس الوقت. شايفين؟ ولا أروع من هيك. طبعا إذا عجبتكم الوصفة مثل العادة لا تنسوني من الاشتراك بالقناة واللايك والشير للفيديو لحتى تكبر عائلتنا أكتر وأكتر. ولا تنسوني من تعليقاتكم الحلوة بأسفل الفيديو. بحبكم كتير وبشوفكم بالوصفة الصحية اللي بعدها إن شاء الله. وجربوا الوصفة وادعولي. باي باي.